البسكوت طلع تحفة. شايفين الفرن؟ اسمعوا كده تاني. طبعا حرام بيقرمش وفي نفس الوقت ناعم. اهلا، ازيكم؟ وحشتوني ادير شويه كده، ما نزلتلكمش فيديوهات جديده. تعالوا اوريكم فيديو تاني. جبت صواني جديده باركولي. بصوا بقى، الناس بتجيب صينيه تجيب 2، انا جبت 3 صواني. انا جايباهم اديله اسبوع وبعت يعني فاكرين الصواني اللي كانت عندي اللي انا كنت بطيب فيها دي؟ امشي يا بنت انت وهي، انا فرحانه بالصواني مش هزعل لحد النهارده. المهم كنت عندي شويه صواني قدام يعني كده ما كانوش حلوين قوي يعني، فبعتهم. والله يا ولاد دفعت على يعني فرق تاني 300 جنيه. يعني بعت 3 صواني ودفعت 300 جنيه وجبت 3 صواني بس. بصوا بقى اقول لكم بقى الصواني دي، انا عايزه اقول لكم الصواني دي اديلي سنه هوج واجيبها. عندي عفو والنعمه يا جدعان، عندي مرض. انا هقول لكم انا المرض بتاعي دلوقتي. شايفين الصواني دي؟ شايفين جديده يا ولاد، جديده. بصوا ده حفله. الحافيه دي بقى حلوه، بتخلي النار تبقى موزع عليها. طبعا ما جبتش واحده، انا زي ما قلت لكم جبت 3 بس. التالتة يعني للامانه حاطه فيها حاجات وكده. يعني فرحانه بيها. بصوا اهي، بصوا اهي، اكبر صينيه في مصر اهي. شايفين الصواني اهي، صينيه كبيره جدا. البتاعه دي انا ما كنتش اعرف ان انا هستخدمها ولا لا. يا بيت مش هحتاجها وجبتها وخلاص. انا مش فاكره انا جبتها دي سنه، مش عارفه انا جبتها بكام. تقريبا كانت ب 30 جنيه 40 جنيه حاجه عبيطه يعني. بس قلت يمكن اعوزها وما كنتش عارفه بتاعي يعني، بس جبتها وخلاص. عرفت انها حاجه زي طباعه كده وبتاع، فالمرض هبش في مخي فقلت اجيبها. بصوا ده وش منها كده اهو، شايفين ازاي؟ قلت بقى يا اختي افرح العيال بقى ببسكوتين. بس قبل البسكوتين بمناسبة بقى الصواني الجديدة، فرحيني كده وحطي لي كومنت حلو زيك يا قمر. نزلت بقى ببطين في شفشة في الخلاط، مكوناتنا سهلة وبسيطة خالص، وحطيت معاها طبعا ادام بيض يبقى فيه فانيليا، ونزلنا بكوباية السكر. انا طبعا هنا استكترت الكوباية بس بعد ما كنت اشيل منها شوية رجعت حطيتهم تاني. قلت انا حطيتهم دلوقتي، قلت يلا مش لازم بقى خلاص. المهم بنزل بقى فيهم في الخلاط ضرب لحد ما هريتهم. رحت نزلت بنفس الكوباية سمنة على زيت. تقدر تعملها زيت لوحدها او سكر او سمنة لوحدها، بس سمنة وزيت احلى. هنا نزلت ب3 كوبايات من الدقيق، عليهم معلقتين كبار من النشا، وهرجع احط بقى شوية بيكنج باودر كده. بصوا نص الكيس، بس انا بصراحة خفت احط على الدقيق مباشرة لا الكيس كله يخلص مني كده على غفلة، زي القضاء والقدر ما بيجي على غفلة. ونزلنا بقى طبعا بالدقيق كله، ومسكت بقى لف واعجن ولف. كنت بقول ده هيبقى كتير بس بصراحة مطلعش كتير، طلع مظبوط. امشي بنفس معيار الكوباية اللي بتمشي بيها بكل المقادير. يبقى كده كوباية سكر وكوباية زيت على سمنة و3 كوبايات دقيق، معلقتين نشا، كيس فانيليا، ونص كيس بيكنج باودر. ودوري كده بقى واكبسي بقى المكبس القمر العسل ده. على فكرة انا عندي قطعات بس بصراحة حبيت المكبس ده، والفرن بتاعته يا جماعة تحفة تحفة تحفة. ودي حبيبة قلبي اختي ام مروان، قالت بقى انا كانت جايه تقعد معايا شويه، قلت لها لا يا اختي ما تقعديش، احنا هنا اللي بيجي بيشتغل على طول. قلت لها ابدا والنبي يا اختي لا اشغلك. وقفت بقى بصراحه عملت معايا، بس هي ساعدتني، هي بتحبني يعني. شايفين بقى الفرن جميله جميله جميله، والبسكوته بتحتفظ بنقشتها. شايفين الفرن؟ اسمعوا كده تاني.
طبعا حرام، بيقرمش وفي نفس الوقت ناعم. اول ما تعملوه هتحشوه من الصينيه، بيبقى لسه فيه سن الطراوه صغير كده. في الوقت ده انتوا لازم تكونوا حاشين من الصينيه او من الصاج او الحاجه اللي بتتابعوا فيها، علشان هما بالظبط 5 دقايق بتبص تلاقيه نشف زي كده بالظبط. تمام. وده كان بسكوت احتفالا يعني بالصواني الجديده، بس الحمد لله طلعت كويسه وحلوه وطيبت معايا البسكوت زي ما انتم شايفين. استنى اقول لكم الطيبان بتاعه. بص بقى، دول شات البسكوت اللي فوق دي. يلا بينا. انا هاكلهم معاكم